السلام عليكم حبايبي، رجعت لكم اليوم ان شاء الله تعالى بفيديو جديد وان شاء الله ينال اعجابكم. حبايبي القلب، بالبدايه لا تنسوا اللايك وضغط على زر الجرس والاشتراك ليوصلكم ان شاء الله تعالى كل جديد. حبايبي القلب، اليوم انا ان شاء الله تعالى بدي اساوي محشي. انا بالبدايه عامله كوسه بس اليوم بدي اعمل كوسه وقرع وباذنجان باذن الله تعالى. ونحن على ابواب الشتي، كل سنه وانتم بخير. وهاي الاكله بالشتي قليله تلتقى مثل ما بقولوا توديعه. حبايبي انا عندي كيلين من القرع، 3 كوسه و3 باذنجان. بس قبل ما بلش انا بهي الشغلات بدي اقول لكم انا شو بحب جهز. قبل الشي انا بجهز الطنجره. حطيت راسين توم، طبعا قشرتهم ودقيتهم ناعمين. حطيت حوالي كاستين شاي من الزيت ومعلقه كبيره من السمنه وفليفله حدي وفليفله حلوه وقرصين 3 من البندوره وكم عظمه. وحطيت فلفل ونعناع يابس. انا بحب جهز الطنجره قبل الشي. طبعا حسب اكلتكم انتو بتجهزوا طنجرتكم حبايبي القلب. والملح طبعا حطيت مشان ساعات بده يغلي معنا الاكل. هالشغلات اللي من تحت بتطلع كلها لفوق، الطبخه كلها بتشرب هاي الطعمات الطيبه. هلا حبايبي انا بس بدي اقول لكم بالنسبه للكوسه، كلياتنا ما كنا نعرف نحفر كوسه. في ناس لهلا كمان بتتعذب بحفر الكوسه. فينكم تلكوا تمها هيك، وفينكم تقيموا العقبه كلها تحطوهم بجاط وترشوا حبه ملح عليهم هيك، تحركوهم تبوشوهم مزبوط، دشروهم حوالي دقيقتين 3 بصير حفرهم معكم ما في اهون منه. هلا بالنسبه إلي انا اخذ ايدي بسم الله، وما في شيء صعب باذن الله تعالى. حبايب القلب بنقيم ماسوره، نعمل شوي هيك بالاسفل ولفه تاني، ما بدها اي شيء ان كان. شايفين بهالطريقه هي، لا بدنا اياها سميكي ولا بدنا اياها رقيقه. بالنسبه للباذنجان ما بدنا نحط له لا ملح ولا شيء. هاي القشره ما بنشيلها لبعد الحفر لانه هاي بتساعدنا على الباذنجان انه ما تطق معنا. كمان هيك الاسفل وهاللفه تاني. بس هاي حفر الكوسه والباذنجان. هلا بالنسبه للقرع، في ناس بتبشروا او بتقشروا قبل الحفر. انا بصراحه بحب احفره قبل ما ابشره، بلاقيه اهون. وبالنسبه للقرع بدنا نحط جنبنا واعه فيها ملح ونعناع، دغري بنعمل القرع وبنحطها بقلبها. ليش؟ لانه القرع معنا قلبه دغري بيسود. شايفين حبايبي؟ اذا حفرنا القرعه قبل ما نبشرها بصير معنا كتير كتير سهله. هاي حفر القرع ما بده شيء نهائيا. طبعا بالبشاره، واذا ما في بشاره بالسكين ما بيأثر. اذا طقت معنا وحده بالاسفل او شيء ما بيأثر، بالعكس بيغب الرز الطعم الطيبه. انا حبايبي بحب ابعجة الزر للقرعه وللباذنجاني، كوسه لا. شايفين حتى لو هيك انا هلا اصلا كلهم بدي اساويهم هيك بهالطريقه هي. القرع بالذات الرز معنا بطول فيه ليستوي، مشان هيك عم اقول لكم. وهلا ان شاء الله تعالى بدي اعمل الكميه كلها باذن الله تعالى وارجع لكم. لهيك حبايب قلب خلصت حفر المحشي وغسلته. حبايبي عندي قلت لكم 8 كيلو من المحشي. حطيت كيلين رز يعني 8 كاسات. كل كيلو محشي بده كاسة رز. واذا بتحبوا تحشوه مزبوط هذا العيار، اذا بتحبوا تخففوا بالمحشاي خلوا الكيلين مثلا ناقصين كاسة. دائما انا مثلا هلا هدولي على القد ابدا باذن الله 8 كيلو كيلين رز يعني 8 كاسات رز. برجع بقولكم اذا ما بتحبوها محشية كتير ناقصه كاسة. طبعا حسب الكمية انتو اللي بتعملوها كم كيلو. حبايب قلبي هلا عندي 500 غرام من اللحمة يعني نص كيلو.
معلقة كبيرة، عفوا معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة للعقدة الصفراء اللي هي العصفر الناعم. ما في داعي نحط ثوم لانه حطيت بالطنجرة. هاي معلقة كبيرة ونص ملح لانه كمان بالطنجرة في ملح، بس ان شاء الله تعالى العيار هو ان شاء الله ما بعتاز اكتر. حبايب القلب حوالي كاسة ونص من الشاي زيت نباتي. قد من حطينا دهن وقد من حطينا سمنة، بس هن الزيتات اللي بدهم ينحطوا هن اللي بيعطوا لمعة للمحشي. حوالي 3 معالق من السمنة. هلا ان شاء الله بدي احركهم منيح. ما شاء الله لحمتهم منيحة. طبعا اللحمة مدهنة كمان عندي وانا حمرا. هاي بترجع لكم كمان الشغلة، لحمة حمرا لحمة مدهنة. في ناس بتحط معلقة بندورة يابسة، في ناس بتبشر بندورة عادي، بندورتين مثلا. هلا هيك صاروا جاهزين معنا. هلا بالنسبة للقرع بسم الله. حبايب القلب عقدتين بالقرعة، عقدتين وصبع بالقرعة يعني نصها. ساعة بدنا نحطها بالطنجرة مثل الكوسة، نعمل لها خضة هيك. انا بس حبيت تشوفوا حبة حبة. والكوسة كمان عقدي كمان بنخضها خض بنحطها بالطنجرة. هلا الباذنجان بيختلف معنا، اي نوع من الباذنجان. بنعبي نص الباذنجاني، بندقها هيك دقة، بنرجع بنمسحها هيك، يلي زايدين معنا بيطلعوا بهالمسحة بهالطريقة. هاي الباذنجان. حبايب القلب انا بدي احشي المحشي كله ان شاء الله، بحطه على النار باذن الله وبرجع لكم. حبايبي هيك خلصت المحشي كله حشيته. اول راق من تحت حطيت باذنجان، فوقه فورا راق واحد باذنجان، فوقه فورا القرع، بعدين بنحط الباذنجان فوق الشي الكوسة. حبايب قلبي هذا كان مضغوط طبعا، انا هلا فتحته. هاي بندورة خضراء انا نزلتها فيديو عشان المحشي. هلا طبعا هيك بتشوفوها سميكي، هلا بدها ترجع تغلي ان شاء الله وبتذوب معنا. حبايب القلب انا هلا ما بدي اغمرها، بس تغلي شوي. عندي قطرميس تاني بدي اضيف بالتدريج مشان تغلي معنا الطنجرة لانها كبيرة. بس انغليت ان شاء الله تعالى برجع لكم. هاي المحشي صار على النار وبلش يغلي باذن الله تعالى، وبدي اعير هلا عليه بعد ما غلي ساعة ونص، ما بدي نوص الغاز. حبايب القلب اذا الكمية عندكم قليلة بدكم تطبخوها بس انغلي بتنوصوا الغاز، ونفس الوقت بتخلوه ساعة ونص ساعة وربع. بس لان انا الكمية عندي كبيرة راح اخليه بعد الغلي ساعة ونص وما نوص الغاز. وانا لسه ما حطيت نهائيا الكبسة مشان الزوم يتغلغل كله بقلب المحشي. هلا راح احط الكبسة بس ما بدي تقلى كتير وما بدي اغطي المحشي، انا ما بغطي المحشي. حبايب القلب تابعوا الطريقة وما بتندموا ان شاء الله تعالى. برجع لكم ان شاء الله تعالى مرحلة التقديم. هاي طبختنا لليوم انتهت. طبعا صبيت للعيلة لان ما عاد يستنوا. وهي حفيدة عم يغني لي. الزوم
شايفين انا قصدي انا عم احط هيك شي بياخد العين. حبايب القلب، بس اعملوه مثل ما عملته انا، والله ما بتندم باذن الله. يعني من الاخر دائما بقول لكم اياها شي فاخر، وهي القرعات، بس انا ما حبيت اكل قدامكم قرع لاني انا ما بحبه. حبايب القلب، لا تنسوا اللايك وضغط على زر الجرس والاشتراك ليوصلكم كل جديد ان شاء الله تعالى، وان شاء الله تكون الاكله عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.